اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا جماعه طبعا في الجو ده يبقى لازم نعمل الاكله دي اللي هو العدس. جميل جدا. بنحط العدس وبحط عليه جزر وبصل وطماطم وثوم وفلفل رومي ومعاهم قرن حامي كده بس مش كبير قوي، طبعا اختياري. تمام. بنحط كل دوت وبنحط له ميه وواحده ماجي وبحطه على البوتاجاز، واول طبعا بحط له واحده ماجي. طبعا الجو ده بيبقى محتاج قوي اكلات زي كده تدفينا، والعدس ده من الاساس الاكلات اللي بتدفي جدا جدا في الشتاء. طبعا حطيت الميه واحطه على البوتاجاز لحد ما يستوي جدا جدا واحس ان كل المكونات دي اتهرت خالص. فطبعا بحطه في شفشق الخلاط وبضربه. وبعد كده بجيب حله وبحط فيها معلقه سمنه وحبه زيت واحمر طبعا الشعريه. طبعا انت لو مش حابه الخطوه ان انت تعمليه يعني تحمري الشعريه، بس انا بحبه كده، ممكن انت تستغني عن الشعريه وتعمليه شوربه عدس عادي. تمام. وبقى انا بحب اصفي العدس اللي اتاكد ان مفيش اي حاجه ومكان الخضار فيه زياده تاكيد يعني. تمام. وانا طبعا مخرطه بقى كام بصلايه مقطعاهم كده وبحط عليهم رشه دقيق ورشه ملح عشان يمتص كل الماء اللي فيهم وتبقى البصله مقرمشه وحلوه كده. وبحمرهم برضو في حته سمنه وحبه زيت. وبحط دلوقتي يعني يجي فصين توم كده فرماهم يتحمروا معاهم. الخطوه دي بتدي طعم حلو جدا للعدس. بشيل معلقه بصل بحطها في الاخر على وش العدس. تمام. بحط بقى كده كله ياخد في بعضه. بجد حبه عدس تحفه جدا، وبنحققه طبعا بملح وحبه كمون مش اكتر من كده. وبالهنا والشفا. ومتنسوش لايك بقى وشير واشتراك للقناه.